طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية تحرير قضاء تل عفر بعد بسط السيطرة على الموصل، مؤكدة أن تأخير تحرير القضاء يعني عودة داعش من جديد إلى الموصل. اجتمعت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية مع أهالي ووجهاء وممثلي قضاء تل عفر المحتل من عصابات داعش الإرهابي. وترى لجنتنا لجنة الأمن والدفاع وتؤكد أنه بعد تحرير مدينة الموصل، واليوم نحن على أعتاب اللمسات الأخيرة، لم تبقى إلا أمتار من الجانب الأيمن من مدينة الموصل، وسوف تزف بشرى تحرير مدينة الموصل. لذلك ترى لجنتنا وتؤكد أنه بعد تحرير مدينة الموصل والقضاء على دولة الخرافة، لذلك لا نسمح ولا نسمع أي رأي لدولة خارجية دولية أو أقليمية أو جهة داخلية أو خارجية. يجب أن تكون وجهة القوات المسلحة القادمة نحو تحرير القضاء، ولا وجهة إلا بتحرير تل عفر، لأنه تأخير تحرير قضاء تل عفر يعني السماح بعودة الإرهاب الداعشي إلى مدينة الموصل التي حررت بدماء الشهداء والجرحى وسواعد الأبطال من جيشنا وقواتنا المسلحة بكل مسمياتها.